سلام حبوباتي الغاليات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه ورمضان كريم على الابواب. نتمنى ربي يدخل لكم بالصحه والسلامه وزياده الرزق باش ما كتمناو. اليوم غنحضر معكم سلو اولا الزميطه، كل واحد شنو كيقول لها. اول حاجه غادي نحتاجو هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كيلو ديال الكاوكاو وكيلو ديال اللوز. غادي نحمرهم في الفران مباشره. غادي نخدم الفران لتحت وفي نفس الوقت نخدم في البوطه الفوق باش هكا ما نضيعش الوقت بزاف وما نوقفش بزاف هكا في الكوزينه. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للوز راه ما غسلتوش، غير كنمسحو بواحد المنديل هكا، كنحيد له هذيك الغبره وكنديروه في الفران. كاوكاو وكذلك. عندكم البلدي ديروه غيكون احسن بالنسبه لي، ان هذا هو اللي متوفر عندي، هو اللي استعملت. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير جوج طاوات في الفران وغادي يتحمروا، ومباشره غادي ندوز باش نحمر معكم الجنجلان. بالنسبه للجنجلان عندي كيلو ديال الزنجلان، بيان سور غيكون مغسول ومشمش ومنقي. هذه راه اي مراه مغربيه كديرها. صافي غادي نبدا نحمر كل شيء البنات في الكوكوط. الكوكوط كتجيني عمليه وسهله وفي نفس الوقت يعني مع هي غارقه وكتشد السخونيه دغيا خفه نزربان، ما كنتعطلش بزاف ملي كنكون هكا كنبدا نحمر. بالنسبه للناس اللي عندهم الاير فراير حتى هي راه كتحمر غزاله، حتى هي كنصحكم بها. واللي بغى هكا يحمر هادشي على برا مثلا بحال في شي فران تقليدي بلدي ممكن. المهم البنات غادي نستمر بهذه الطريقه. قسمت الزنجلان على جوج كيف ما كتشوفوا معايا، كنحمر نصف الكميه بنصف الكميه باش هكا ما يغلبنيش، وفي نفس الوقت باش ياخذ حقه في التحمار. غادي نحمر الكميه الثانيه اللي بقات كيف ما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه، دائما مع شي سباتولا هكا ديال الخشب اولا الفوي باش توزع الحراره في سميتو في الكوكوط كامله على حسب التحمار. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي زلافه فيها النافع وزلافه فيها حبه حلاوه. كيف ما كتشوفوا معايا حتى هما غير غنصهدهم، ما غاديش نحمرهم بزاف، غير غنصهدهم فقط صافي. وغادي نردهم للبليصه ديالهم ونحتفظ بهم على جنب. هاد العمليه صراحه ديال التنقيه هي اللي كتكون شويه صعيبه، اما بالنسبه للتحمار راه ساهله البنات. كيف ما كنقول لكم حمروا كلشي في الكوكوط اولا في مقيله ولا فاش كترتاحوا. صافي بعد ما حمرت هذا عفوا بعد ما صهدت النافع وحبه حلاوه غندوزو دابا للدقيق. هنا درت غير نص كيلو ديال الفرص فقط، الباقي درتو شعير اولا دقيق ديال الشعير هو اللي درت، اولا القمح على حسب نتوما وشنو بغيتو. هنا بالنسبه للدقيق درت كيلو ونص. في كل كيلو ديال كيلو اللوز، كيلو كاوكاو، كيلو الجنجلان درت فيه كيلو ونص ديال الدقيق. هنا نصف كيلو درتو ديال الفرص كيف ما كتشوفوا معايا، والدقيق العادي اللي كنخدموا به لي كيك. والكيلو الاخر خدمته كيف ما قلت لكم بالشعير. يمكن لكم تخدموا بالقمح، عفوا انا خدمت بالقمح. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا كتحمروا الدقيق ديالكم مزيان وبواسطه الفوي. هنا غنجيب واحد شويه ديال الزيت وغادي نتيستي بها الدقيق باش نشوف درجه اللون اللي انا محتاجاها. ما تحمروهش ثاني بزاف لان الكوكوط كتشد السخونيه، وفي نفس الوقت دائما تيستيو بالزيت اولا بالماء. الزيت احسن كتعطيكم يعني اللون اكزاكت اللي بغيتو. هنا راه الدقيق باقي عندي مكور لان حتى يبرد شويه عاد غادي نغربلو. ضروري البنات تغربلوه باش تحيد لكم هذاك التكوار اللي كيكون فيه. كيف ما كتشوفوا معايا راه بقى مكور. المهم هذه هي درجه اللون اللي انا محتاجاها في السلو ديالي. ما كنبغيش نحمر الدقيق ثاني بزاف حتى كيجي سلو كحل بزاف ما كيجيش باين وما كيعطيش حتى النظره راه كتلعب دور. هنا بعد ما حمرت داك نصف الكيلو ديال الفرص جيت هنا للدقيق كيف ما كتشوفوا معايا ديال القمح اولا الشعير على حسب نتوما شنو بغيتو حتى هو حمرته. هنا كاوكاو كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما حمرته في الفران كيجي بهذه الطريقه هذه. ما تحمروهش بزاف ثاني تتحرقوه، غير يتحمر ويجيكم مقرمش من الداخل صافي كتزولوه. هنا غادي ندوز البنات نطحن اللوز وكاوكاو غنطحنهم غير في الدار. كيف ما كتشوفوا معايا غنطحن واحد الكميه غادي نخليها تنطحنها على برا. بالنسبه للكميه اللي غنطحن في الدار غادي نطحنها مزيان. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للوز غنطحنو تنردو بخليني، وكذلك كاوكاو حتى هو غادي نطحنو حتى يطحن ليا مزيان. غادي نحتفظ بزلافه في كل حاجه، زلافه اللوز زلافه كاوكاو غنحتفظ بهم وهما مطحونين بيغي مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، والباقي غنطحنو على برا. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. والشيء الاخر كيف ما قلت لكم غادي نحتفظ به على برا. هنا بعد ما حمرت الشنجلان ها هو كيف ما كتشوفوا معايا اللوز اللي غنطحن على برا حتى هو ها هو. باش تعرفوا اللوز حاولوا تقسموه على جوج. ملي كتشوفوه بحال هكا مذهب من الداخل وفيه ديك القرمشه دونك راه محمر. كيف ما غادي تشوفوا معايا حاولوا ما تحرقوهش بزاف البنات باش ما تجيكمش ديك لوغو ديال المرار في اللوز. كاوكاو اللي حمرته هو في الفران وكذلك ها هو
كيجي صراحه بنين، وصراحه الا لقيتو الكاوكاو بلدي كيكون بنين اكثر، ولكني حتى هذا راه زوين. هنا عندي سكر كلاصي باش غنخلط سلو، الملحه، النافع، حبه حلاوه، قرفه مسكه حره مدقوقه مع شويه ديال السكر. هنا هذاك اللوز وكاوكاو اللي طحنا كيف ما كتشوفوا معايا حتى رديناه سائل، ها نتوما كيف ما غتشوفوا معايا. هذا كيساعدنا في التعليكه وما كنكونسوميوش يعني لا زيت لا زبده بزاف. انا بالنسبه لهاد السلو ما درتش فيه الزبده نهائيا، غير الزيت. وهاد والزيت كما ما تلاحظوا معايا درت تقريبا غير شي كاس كبير اللي درت ديال الزيت فقط، ما دخلش ليا ليدام بزاف، لان كيف ما قلت لكم هذاك المكسرات اللي طحنت رديتهم سائلين بزاف، وهما اللي طلقوا ليا ديك التعليكه. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجها البنات كيف ما كتشوفوا معايا. الدقيق نصف كيلو اللي حمرت، والدقيق الاخر خليته كيبرد شويه، عاد غادي نغربلو مازال ما غربلتوش. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج باش نخلط السلو ديالي. بالنسبه للزبده كيف ما قلت لكم راني ما استعملتهاش. بالنسبه للزيت غنستعمل كاس ديال الزيت ديال العنبه كبيبر شويه، وهو اللي غادي نخلطو فقط. غادي نديرو فشي كاسرونه حتى غادي ندفيه، وغادي غير ندفيه ماشي تسخنوها البنات، غير يدفى عاد كنخلط به هكا سلو. يمكن لكم ديروا زيت نباتيه مع زيت الزيتون تخلطوهم بجوج، يعني نص كاس نص كاس. يمكن لكم ديروا غير زيت الزيتون، كاين اللي كيدير غير زيت نباتيه، كل واحد وشنو بغا. كاين اللي كيدير الزبده، كاين اللي كيخلط العسل، كاين اللي كيخلط بالشكلاط، كل واحد وكيفاش كيخلط الزميته اولا السلو ديالو. بالنسبه لي انا درت زيت نص كاس زيت نباتيه ونص كاس زيت زيتون، يعني كاس ديال العنبه هو باش خلط سلو كامل. ما درتش الزبده نهائيا البنات. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما المكونات اللي غادي نخدم بهم. غادي نمشي نطحن دابا هادو على برا ونطلقاو من بعد. بالنسبه للزنجلان واللوز وكاوكاو غادي نمشي نطحنهم على برا، وهما باش غادي راكم عارفين دوك لي ماشي اللي كيكونوا على برا كيتخلطوا صراحه كلشي، ولكني انا باش نصور معكم غادي نطحن غير كاوكاو واللوز والزنجلان ونرجعو نخلطوا معكم في الدار. خليكم معايا. بعد ما طحنت البنات داكشي على برا، ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنزل كلشي حدايا باش هكا كتجي العمليه سهله. بالنسبه للدقيق اللي حمرت معكم ديال القمح كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الدقيق الاخر اللي استعملت ديال الفورس غير نصف كميه، يعني نص كيلو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لداكشي اللي طحنت على برا بين اللوز وكاوكاو والزنجلان. وهنا عندي نص زلافه ديال الزنجلان محمره غادي نطلقها بوحديتها، واللوز كذلك بعد ما غادي نسلقوه ونحمرو يعني نقليه عفوا غادي نطلقوا اللي غادي نطلق كذلك في السلو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للوز وزنجلان اللوز عفوا وكاوكاو اللي طحنت حتى هو مزيان. صافي غادي نبداو على بركه الله. غادي نحاول نمزج النواشف مع بعضها، هي الاولى داك الدقيق غادي نحاول ندخل فيه داك الزنجلان وداكشي الاخر اللي طحنت على برا. غادي نضيف هنا 2 معالق ولا 3 المعالق ديال القرفه، 3 المعالق ديال النافع، 3 ديال حبه حلاوه. هنا السكر، بالنسبه للسكر دخل ليا نص كيلو ما كاملش، نص كيلو قل 100 غرام لان ما درتوش حلو بزاف. صافي غادي ندخل دوك النواشف مزيان مع بعضها حتى غادي نخلطهم مع قبصه الملح البنات. هنا غادي ندخل هذاك كيف ما كتشوفوا معايا الكاوكاو اللي طحنت وكذلك اللوز اللي طحنت حتى هو بيوري كيف ما كتشوفوا معايا. ترجع خليني غادي نخلطهم حتى هما مع دوك النواشف. وصافي غادي نمزج المكونات كامله مع بعضها حتى يتخلطوا ليا مزيان. وعاد غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت قلت لكم درت نص كاس، يعني نص كاس ديال الزيت النباتيه ونص كاس ديال زيت الزيتون، دفيتهم شويه في كاسوله هما باش غادي نخلط هاد سلو. ولكن البنات راه كيبغي يدلك مزيان هاد السلو هذا. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه يمكن لكم تخلطوه في العجانه، راه صراحه العجانه راه كتدلك احسن ما تدلكوا بيديكم. وبالنسبه لشحال هذه راه ما كانت لا عجانه لا والو، كنا كندلكوا بيدينا. هنا كيف ما كتشوفوني راني قلبت كلشي في البانيو. هذا البانيو هذا راه خاص غير هكا بحال الكسكسو بحال سلو بحال يعني شي حاجه هكا ديال الاكل، راه ما كنستعمل فيه حتى شي حاجه هكا ديال زعما الماعن ولا شي حاجه. هذا خاص غير بحال هكا سميتو الكتره. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنخلط هذاك السلو مزيان هنا باش ياخذ راحته، كيطلق صحه بدنه، كيتنفس مع راساتو هنا مرتاح في البانيو ماشي بحال القصريه.
كتكون صراحه القصريه واخا عندي كبيبره، ولكني ماشي بحال البانيو هكا كياخذ راحته، كتدلكوه مزيان وفي نفس الوقت كياخذ يعني المساحه ديال البانيو كتاخذوا راحتكم حتى نتوما في الخدمه. صافي كنفرغ هذاك الزنجلان، ديك نص الزلافه اللي خليت محمره غنفرغها حتى هي هكاك وغنخلط الكل. وعاد غادي نضيف الزيت اللي ديجا قلت لكم حتى هي غادي باش غادي نخلط فقط. هنا كيف ما كتشوفوا معايا راني كنخدم به، وفي نفس الوقت راه هنايا عندي معلك، كانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه معلك يعني. عاد غادي نضيف كيف ما قلت لكم ثاني ديك الكميه ديال الزيت، وقد ما خدمتوه مزيان وعركتوه مزيان قد ما كيطلق ليدام ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا هذاك السر هو هذاك الشيء اللي كنا طحنا حتى رجع بخاليني. بالنسبه للوز وكاوكاو يعني دائما ديروا هذه القضيه هذه، راها كتنفع بزاف كيجيكم سلو ديالكم يعني زوين. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما درتو مزيان غادي نضيف ديك الكميه ديال اللوز اللي قلت لكم حتى في الطبيخه بعد ما سلقته، وماشي سلقته غير خليته حتى هذا رطب شويه ونقيته وقليته. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. نتلاقاو مع الشكل النهائي. انا حبوباتي هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اولا الزميطه اللي حضرت معكم. كيف ما كتشوفوا معايا راني زينته بشويه ديال اللوز من الفوق، والتعليكه كيجي خطير. كنصحكم انكم تجربوا هذه الطريقه، راه كيجي زوين البنات. كنتمنى لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. الا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تخليوش ليا، خليو ليا ماشي ما تخليوش ليا، خليو ليا لايك واشتراك وكذلك بارطاج علاش لا، وشي تعليق محفز باش هكا نزيد نحط لكم يعني فيديوهات جداد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله. يا لالا محلاك ومغلا يا حبيبتي وحبيبة قلبي يا أصدق العيساوية أزين السمية في الصينية أزين السمية العلوية